زوجتك في البيت تحتاج إلى كلمة طيبة. أنت تتعامل مع الناس في الخارج بكل أدب، حتى يقول الناس عنك من شدة أدبك واحترامك لهم بأنك ملك. لماذا إذا دخلت البيت وتعاملت مع زوجتك تنقلب إلى عفريت؟ أليس هذا نفاقا؟ يا حبيبي، زوجتك تشكو من الحرمان العاطفي، أشبعها من كلمات الحب والعشق والغرام. إذا كنت بعيدا عنها أرسل لها رسالة غرامية عبر الهاتف وقل لها: يا زوجتي أنا أحبك. أحبك هذه الكلمة أعظم معنى إنساني في الوجود، كلمة توزن بالدنيا وما فيها، كلمة دوخ. أسمعها إياها، عبروا عن مشاعركم. قل لها: يا زوجتي أنت دولتي وعائلتي ووطني، أنت شمسي وقمري، أنت صبحي ومسائي، أنت ليلي ونهاري، أنت مائي وهوائي، أنت نور عيني، أنت النفس الذي أتنفس به. قل لها: يا أخي بلهجتنا وحشتين اشتقت لك. نعم، هذه حلالك يا حبيبي، غازلها ودللها، أسمعها هذه الكلمات. فالكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة ترمم الأرواح المنكسرة. ولا يعرف مفاتيح المرأة إلا صاحب الإحساس المرهف، فلا تكن قاسيا مع المرأة إلا في عناقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير. المرأة هي إنسانة ضعيفة، تحتاج إلى رحمة، تحتاج إلى عناية. المرأة باختصار تعشق الاهتمام والتقدير. يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. العشرة الطيبة تفرض الحب والاحترام، والمرأة في الغالب أوفى من الرجل. يقول المتنبي: فلو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فيا أحبابي، اهتموا بنسائكم، فالمرأة لها احتياجاتها النفسية والعاطفية. يقول علماء النفس: الإشباع العاطفي يكون بالكلمات والحركات. الحركات كاللمس، كالحضن، أن تضع يدك على كتفها وعلى رأسها. هذه الأفعال لها تأثير قوي جدا في نفس المرأة. يعجبني الزوج إذا دخل البيت وفتحت الزوجة له الباب يقبلها بين عينيها ويبوس أياديها. يا حبيبي، زوجتك إذا حرمتها من الحنان والعاطفة قد تنظر إلى غيرك بحثا عن غرضها. زوجتك قد تقع فريسة لذئب بشري وأنت السبب. احتويها، لا تظلمها. لماذا بعد سنة أولى زواج تنقلب الموازين بين الرجل وزوجته؟ يا أخي، ده أنت علشان تتجوزها حفيد ولن تنسيت. جددوا الحب بينكم، لأن الحب يذهب مع الزمن. الحب يحتاج إلى تجديد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الصحابة ويتحدث عن زوجته خديجة ويقول: إني قد رزقت حبها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم كوب الماء لزوجته عائشة لتشرب، ثم يشرب النبي بعدها، ويبحث النبي عن المكان الذي شربت منه عائشة، فيضع النبي فمه على موضع فمها ليدخل السرور عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. فمعاملة الزوجة برفق شيء والله رائع جدا. فأقرب الناس إليك زوجتك، فمن لها غيرك؟ فهي أم أولادك وغاسلة ثيابك وطاهية طعامك، هي رفيقة العمر وشريكة الحياة. وليس الإحسان إلى الزوجة أن تكف الأذى عنها، وإنما الإحسان إلى الزوجة أن تتحمل الأذى منها. واعلم أيها الزوج أن من علو النفس ألا يأخذ الزوج من مال زوجته شيئا إلا برضاها، فمالها ملك لها، وأحسن إليها بالنفقة بالمعروف ولا تبخل عليها. ولن تكون الرجولة في البيت إلا إذا كان الإنفاق من صاحب البيت، يعني استلف من طوب الأرض وما تاخدش مليم من فلوس مراتك إلا برضاها. واعلم يا أخي أن زوجتك تحب الحديث معك في جميع شؤونها وفي مختلف أمورها، فأرع لها سمعك ووجه لها بصرك، ولا تذكر زوجتك بعيوب بدرت منها، ولا تعيرها بخطأ أقاربها، ولا تحملها المسؤولية. والله العظيم البيت المملوء بالحب بيت جميل جدا.
هذا هو البيت الصالح. البيت الصالح ما فيه كلمة بذيئة إطلاقا، ولا موقف عنيف، ولا خبط أبواب، ولا تكسير أواني، ولا صياح، ولا سب، ولا شتم. بيت مملوء بالحب. البيت الصالح فيه لطف، فيه إلقاء سلام، فيه ابتسامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كان بساما ضحاكا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وختاما لا يسعني إلا أن أقول لكل زوجين: أسأل الله عز وجل أن يجعل السعادة فراشكما والهناء غطاءكما، وأن يقدر بينكما الذرية الصالحة. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.